خطأ هجومي، تيرن اوفر على فريق الحشد. ذكية من محمد علي الواضح امامكم بالصورة، لاعب رقم 5 ويكسب تيرن اوفر. براين هومز، شوف اوه براين هومز وذكاء كبير من محمد علي يكسب خطأ لصالح فريقه. مرة ثانية إيزاك بانكس يحاول الدوران، تمريرة، تصويب من هناك ممكن، اوه 3 بوينت جميلة عن طريق اللاعب مراد علي. أولى الثلاثيات المباراة. منجد حيدر محاولة، براين هوبز يحاول يردها، أقرب إلى بورويل، ماركوس بورويل، مراد علي تمويه، تصويب هناك للمرة الثانية ولكن أقرب إلى براين هومز. خطأ المرة على محمد علي. هذا براين هومز مجنس المنتخب الفلسطيني، هذا علي فرحان. مهمة تدريبية صعبة أكيد ولكن نتائج ممتازة. قدر يفوز على دجلة، فوز على الشرطة، ولكن الخسارة الأخيرة بالنسبة لفريق الحشد. على العموم منجد حيدر يحاول بدرايف، يحاول بفلوتر، أقرب إلى إيزاك بانكس، دبل تيم بانكس والكرة إلى الخارج. حاول بها منجد حيدر بس الكرة خرجت. المباراة قوية، جمهور زاخو حاضر في قاعة نادي زاخو. دفاع بريس مان تو مان خصوصا على ماركوس بوروي. تمرير محمد ضياء الى بورويل، يطلب الهيلب، يحاول يقطع بدرايف، يخسر الكرة، يعيدها زاخو، ممتازة. محمد ضياء اوبن شوت، يصوب ويسجل ثلاثية حلوة لمحمد ضياء. تصويبة دقيقة، قلت لك زاخو خطير جدا بالنسبة للتصويبات الثلاثية. تعود 8-3 ميثم، تصويبة من الارك، اقرب الى اللاعب ايزاك بانكس على مستوى ريباوت. بورويل، محمد علي، تصويبه، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على محمد علي، يسجل ثلاثية جميلة ويجبر الكوتش علي فرحان على طلب وقت مستقطع. خلينا نشوف. نعم وقت مستقطع يطلبه الكوتش علي فرحان بعد ثلاثية محمد علي الرائعة، وبالتالي 11 يتقدم فريق زاخو. حلوة المباراة، قلت لك المباراة حلوة. فريق زاخو تقدم والثلاثيات، قلت لك من البداية زاخو خطير جدا بالثلاثيات خصوصا على ملعبه، يعني متمرس على السلة، وبالتالي 11-3. شوف الصور الجميلة من قبل كادر نقل شركة عشتار، نقل التلفزيوني والتسويق الرياضي. أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، مستمرين معكم في نقل منافسات دوري المحترفين بكرة السلة، وبالتالي بعض الإحصائيات هذا اللقاء. فقط نقاط الحشد ثلاثية من براين هومز. محمد علي مسجل 3، مراد مسجل 3، محمد ضياء مسجل 3. نسبة تسجيل زاخو 44% مقابل 14 على مستوى 2 بوينت. فريق زاخو 33 مقابل 25. وعلى العموم عودة مشاركة حيدر عبد الزيد من جانب فريق الحشد. علي عبد الله محاولة الدوران بالباك بورد، يفشل، اقرب الى مراد علي. مراد ما يستعجل الى محمد علي. مراد تصويب الارك، يحاول ولكن اقرب الى علي عبد الله.
منتظر ميثم. براين هومز بالباك بورد، يا عيني بالباك بورد يسجل باسكت وياخذ عدوان. هذا اللاعب مزعج، مزعج وخطر، لاعب مهاري، لاعب شوتر، لاعب خطير، يقدر من اي مكان يسجل. محمد ضياء يغادر ويشارك زنار هوشيار، لاعب رقم 13. تضيع، تعود 11-5. ماركوس بورويل، محاولة محمد علي، تصويب هناك، يحاول. الله 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 على محمد علي، يسجل ثلاثية دقيقة جدا. 14-5. مرة ثانية علي عبد الله، حيدر عبد الزيد، منتظر ميثم، يقطع بدرايف، محاولة وخطأ على محمد علي. مروان جهاد يشير إلى وجود خطأ. هذا منتظر ميثم ملقب نمور، هذا جوتيار علي، مهمة صعبة أكيد. ودخول زنار بهذا الوقت، زنار يمتاز بالمهارة والقطع بالإنسايد. الأولى يسجلها نمور. شوف علي فرحان على أعصابه. نعم مباراة صعبة أكيد حتى بالنسبة لجوتيار. يحاول بالثانية ودخول اللاعب سعاد الرمية. نزار علي حكمنا الدولي. 4 دقائق و52 ثانية تفصلنا على نهاية الكوارتر الأول. نمور بالثانية يسجل، جود جوب. 14-7. 4 أخطاء على زاخو، أي خطر على كلفة شوت. زنار هوشيار، زنار مهاري يقطع بدرايف، محاولة تميرة، جامب شوت. محمد علي، متابعة من مراد، صراع على الكرة بالباك بورد، أقرب إلى علي عبد الله. تعود نمور يقطع بدرايف، محاولة وما يسجل، لكن احتسبت الباسكت. هل احتسبت أو هناك خطأ؟ خلينا نشوف القرار. شوف الكرة، لا ما احتسبت، 2 شوت. نمور الأولى يسجلها، لاعب فعال. بدأ الحشدي يسجل بالثانية، تضيع أقرب إلى محمد علي. زنار، مراد، بورويل يخسر الكرة. ترنوفر على فريق زاخو، هناك مطالبة وتاتش. بالتالي خلينا نشوف القرار. العودة إلى الايرس. علي سموم ومروان جهاد. اللقطة الأخيرة، زاخو من الفرق الصعبة على ملعبه. العودة إلى الايرس. 14-8. أكثر المسجلين محمد علي 6 نقاط، براين هومز 5 ومنتظر ميثم 3. اثنين ترنوفر على زاخو مقابل 1. شوف اللقطة، بين مراد علي وبورويل. ماركوس بورويل اعتقد شوف اللقطة، مراد علي والتمرير، اعتقد هنا تكون اوضح. علي سموم راح يبت بالقرار. الحيازة لزاخو.
الكرة بالسايد لاين. مراد علي، فرصة زاخو لتعزيز التقدم. ماركوس بورويل، ما شفنا هذا اللاعب. بورويل يحاول تمريره، زنار بالبيس لاين بالباك بورد، يا عيني بالباك بورد يسجل زنار هوشيار. قلت لك هذا اللاعب مهاري ولاعب يقطع يسجل. بالتالي قراءة ممتازة من جوتيار علي طاهر. 16-8 تعود علي عبد الله. علي منتظر يحاول، وخلينا نشوف خطأ على مراد. جوتيار توجيهات، تعصب. كثرة الأخطاء أكيد تأثر على الفريق. خطأ بالتالي تو شوت. الأخطاء الخمسة على زاخو. براين هومز يسجل الأولى. 16-9. براين هولمز ثانية يسجل. جود جوب لهذا المحترف. تعود زنار هوشيار. دفاع المان تمان على لاعب بورويل، هذا الواضح امامكم. ماركوس بورويل يقطع بدرايف خطير بالباك بورد، ما يسجل. متابعة ايزاك بانكس ياخذ خطأ. ايزاك بانكس ياخذ خطأ، بالتالي تو شوت لزاخو. المباراة صعبة على الفريقين. هذا ايزاك بانكس تو شوتس يسجل الأولى. 17-9 أو 17-10. الثانية تضيع أقرب إلى علي عبد الله على مستوى الريباوت. تعود منجد حيدر. منجد إلى علي عبد الله، إلى حيدر عبد الزيد، إلى براين هومز. تصويبه من الارك ممكن، ولكن اقرب الى ايزاك بانكس. ممتاز على مستوى الريباوند، افضل لاعب في مباراته امام فريق الكرخ. محاوله بورويل، تصويبه من الارك ولكن اقرب الى هومز. تعود يقطع بالانسايد بدرايف ويسجل. نعم يسجل براين هومز. تعود زاخو. بورويل يحاول وياخذ خطأ. خطأ على براين هومز. شنو اللي يفكر بيه جوتيار؟ إذا يركز على براين هومز ويخلي براين هومز يرتكب الأخطاء، راح يتأثر فريق الحشد. شوف خطأ على براين هومز. -12. براين هومز أكثر المسجلين 9 نقاط. فرصة ماركوس بورويل للتسجيل الآن، ما مسجل ولا نقطة. دفاع المان تمان على هذا اللاعب. الأولى يسجل. هذا اللاعب إذا أخذ مساحة راح يسوي فارق، راح يشكل خطورة. ماركوس بورويل بالثانية يسجل. جود جوب. ولا النقاط الشخصية لهذا اللاعب، نقطتين. تعود إلى منجد حيدر، إلى محترف كيروان روش سنوبي يشترك الآن. تمرير حيدر عبد الزيد، تصويبه ولكن متابعة من منجد. ممكن سكن شوط للحج. منجد حيدر سنوبي مهاري جدا. حيدر عبد الزيد للمرة الثانية يحاول، ولكن منجد ممتاز على مستوى ريباوند والكرة إلى الخارج. حاول بها حيدر عبد الزيد ويخسر الكرة الحشد. تعود زاخو.
زنار هوشيار لاعب منتخبنا الشبابي يقطع بدرايف، يحاول وياخذ خطأ. قلت لك هذا اللاعب مهاري ويجيد القطع بالانسايد، وبالتالي ايضا 4 اخطاء على الحشد. محمد قاسم يشارك، حيدر عبد الزيدي غادر. هذا زنار هوشيار لاعب شاب. هذا جوتيار علي طاهر، كرة بالسايد لاين، تصويبه من الارك، يحاول بورويل. قلت لك هذا اللاعب ما تعطيه اي مساحه، خطر جدا. 22-12 منجد حيدر، سنوبي جامب شوت، تصويبه ولكن اقرب الى زنار هوشيار. زنار الى بورويل، تمريره تعود، محاوله ويسجل. نعم يسجل ايزاك بانكس، ممتاز جدا، يسجل باسكت ايزاك بانكس وياخذ خطا 1-1. علي فرحان يوجه اللاعبين. 24-12 صعبه المباراه. تغيير من جانب فريق الحشد. خلينا نشوف خالد كريم يشارك. مباراة جمهور خلينا نشوف. مباراة صعبة، بعض الجماهير المحسوبة تحاول تتدخل، بالتالي ما نتمنى مثل هذه الصور. إذا لحد الآن إيقاف اللعب، دخول أيضا المسؤولين. زاخو متقدم 24-12. بعض الإحصائيات بهذه المباراة: نسبة تسجيل زاخو 44% مقابل 21 للحشد. حاول 18 مسجل 8. مال الحشد 14 محاولة مسجل 3. على مستوى التو بوينت فريق زاخو 37% محاول 8 مسجل 3، بينما الحشد 37% محاول 8 مسجل 3. نفس النسبة. بينما على مستوى 3 بوينت فريق زاخو 50% محاول 10 مسجل 5، بينما الحشد 0% محاول 6 محاولات على مستوى 3 بوينت ولا وحدة مسجل. على مستوى الفاول شوت زاخو 75% محاول 4 مسجل 3، بينما الحشد 66% محاول 9 مسجل 6. زاخو 14 ريباوند مقابل 10 الحشد 7 ريباوند بالنسبة لفريق زاخو مقابل 10 7 اسيست لزاخو مقابل 0 و0 ستيل لزاخو مقابل 1 و0 بلوك بالنسبة للفريقين، والفريقين مسوين 2 تيرن. اكثر مسجلين براين هومز من جانب فريق الحشد، ومحمد علي مسجل 6، ايزاك بانكس 5، بورويل مسجل 5. لحد الان التهدئة. مباراة بانتظار. عودة ان شاء الله الامور. الى طبيعتها، بانتظار ايضا قرار
المراقب الفني واضح بالصورة، حكمنا الدولي. لقطات الجميلة من قبل كادر نقل شركة عشتار للنقل التلفزيوني والتسويق الرياضي. إذا راح نعوفكم ويا هذه الصور الجميلة بينما عودة استئناف المباراة.
إذا أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، رجعنا وياكم بعد عودة لاعبي الحشد الشعبي وأيضا إيقاف اللعب واطمئنان على سلامة اللاعبين. بالتالي دقائق وعود تستكمل المباراة. مباراة أكيد كان بيها بعض الاعتراضات من قبل الجمهور أيضا، بالتالي بناء على سلامة اللاعبين وحديث كادر التدريبي لفريق الحشد مع الطاقم التحكيمي والمراقب الفني والاطمئنان على سلامة اللاعبين. إذا بانتظار عودة واستئناف المباراة. حديث الحكام علي سموم ونزار علي ومروان جهاد مع المراقب الفني دكتور عديل ربيعي. طبعا النتيجة 24-12 تقدم فريق زاخو بالكوارتر الأول، وباقي دقيقة و41 ثانية وينتهي الكوارتر الأول. مباراة شفنا بها لمحات من الفريقين خصوصا فريق زاخو، ومثل ما ذكرت انه فريق زاخو راح يركز على التصويبات الثلاثية، وبالتالي شفنا هذا بالكوارتر الأول. الحديث عن بعض الإحصائيات في هذا الكوارتر بالنسبة لفريق زاخو على مستوى التسجيل 44%، محاول 18 مسجل 8، بينما الحشد الشعبي 21% محاول 14 مسجل 3. على مستوى التو بوينت الفريقين 37%، 8 محاولات مسجلين 3. على مستوى الثري بوينت زاخو 50% ومحاول 10 مسجل 5، بينما الحشد ولا ثلاثية 6 محاولات ولا وحدة مسجل. على مستوى الفاول شوت فريق زاخو 75% محاول 4 مسجل 3، بينما فريق الحشد 66% محاول 9 مسجل 6. الريباوند زاخو 14 والحشد 10، و اسيست لزاخو 7 مقابل 0، ستيل 1 للحشد مقابل 0، وبلوك شوت 0 فريقين، والترنوفر 2-2. نسبة المتابعات والتسجيل بالنسبة لفريق الحشد 6 مسجل 5 وزاخو 5 مسجل 6. أكثر المسجلين براين هومز مسجل 9 نقاط، ومحمد علي مسجل 6. إيزاك بانكس 5، منتظر ميثم نمور مسجل 3. يعني الحشد بس لاعبين مسجلين، هو براين هومز ومنتظر ميثم، بينما نقاط فريق زاخو توزعت 6 محمد علي، إيزاك بانكس 5، ماركوس بورويل 5، إيزاك بانكس 6، مراد علي 5، و لاعب محمد أو نعم شوف القرار من علي سموم. بانتظار استئناف المباراة. إيزاك بانكس الأولى تضيع، ذا تو شوتس
5 أخطاء على كل فريقي، خطر على كلمة شوت. يحاول بالثاني إيزاك بانكس محترف فريق زاخو، ثانية تسجل. هناك خطأ متعمد، بالتالي حيازة زاخو. مراد علي، زنار هوشيار، زنار يقطع، يحاول إلى مراد، تمويه، تصويبه، يسجل مراد علي ثلاثية ولا أروع. قلت لك زاخو متميز بالثلاثيات حتى قبل ما تبدأ المباراة. على العموم سنوبي، محمد قاسم، سنوبي ستيل، تيرن اوفر على الحشد، مراد بانكس، جام شوت بالباك بورد، والمتابعة من مراد علي، يحاول ويخسر الكرة. 28-12، باقي 55 ثانية. تعود منجد حيدر، منجد حيدر، الحشد يحاول، منجد البحث عن سنوبي، جام شوت، تصويبه اقرب الى متابعه من نمور، خالد كريم، الدوران يحاول ولكن اقرب الى مراد علي. زنار هوشيار، زنار بدرايف يقطع واقرب الى سنوبي، تعود للحشد، سنوبي الى منجد بالباك بورد ما يسجل، تعود الى سنوبي، تصويبه من الارك يسجل ثلاثيه. اولى النقاط لهذا اللاعب، ثلاثيه من كيروان روش سنوبي. تعود محاوله من ايزاك بانكس، مراد تصويبه من بعيد، ولكن هنا احبتي مشاهدي قنوات شبكه الاعلام العراقي نهايه الكوارتر الاول بتقدم فريق زاخو بنتيجه 28-15. استراحه قصيره ونرجع وياكم نكمل احداث المباراه. مرة ثانية رجعنا وياكم احبتي مشاهدي قنوات شبكة الاعلام العراقي، ولحظات وينطلق الكوارتر الثاني. مشاركة اللاعب جماري دونتي روبرتس، لاعب رقم 4، المحترف الامريكي من جانب فريق زاخو. منجد حيدر، منجد يحاول الحشد، يقطع وبلوك حاضر، تعود الى منجد حيدر مرة ثانية، الحشد يحاول، محمد قاسم، خالد كريم، خالد الى نمور، دوران، القطع، تصويبه غير مركزه، تعود وبالتالي تيرن اوفر على فريق الحشد. نهاية زمن الهجمة 24 ثانية، وعندنا اللاعب عبد الله مجيد يستعد للدخول.
محمد قاسم يغادر، لاعب رقم 33، ومنجد يغادر لاعب رقم 4. مرة ثانية زاخو، مراد علي، زنار، كرة إلى الخارج، قدم عبد الله مجيد. تبقى الحيازة من جانب فريق زاخو. هذا زنار هوشيار لاعب شاب. تمريرة، محاولة، زنار، تصويبة من زنار هوشيار يضرب ويسجل ثلاثية. 31-15. كيروان روش سنوبي، الحشد يقطع، جامب شوت، تصويبة، لكن هناك خطأ لصالح فريق الحشد الشعبي. مروان جهاد يشير الى وجود خطأ، هذا جوتيار علي طاهر بعد استقالة المدرب تيهومير بادنجار الصربي. مهمة تدريبية لهذا الرجل جوتيار علي طاهر. تو شوت لروش. مروان جهاد يشير الى الحيازة، وعلي سموم يشير الى تو شوت. سنوبي تضيع الاولى. جماهير زاخو تملي القاعة. سنوبي يضيع الثانية، اقرب الى زنار، مراد علي، زنار، كرة الى الخارج. تيرنوفر على فريق زاخو. تعود حشد. عبد الله مجيد الى علي عبد الله، حاول من الارك. تعود زنار، مراد علي، محاولة، ايزاك باكس يصوب، ولكن متابعة من روبرتس. تعود محمد علي، زنار هوشيار، مراد، زنار يصوب من بعيد، لكن كرة الى الخارج يخسرها زاخو. تنتقل الحيازة لصالح فريق الحشد. صعبة المباراة. تعود كيروان راشد سنوبي، الحشد يحاول، فرصة لتقليص النتيجة. تمرير علي عبد الله، تايسون، عبد الله مجيد يصوب ويسجل. ثلاثية جميلة من جانب فريق الحشد، أولى الثلاثيات من عبد الله مجيد. 31-18. مراد علي، محاولة، محمد علي يحاول، تمرير ممكن، مرة ثانية زنار يصوب، ولكن صراع على الكرة، أقرب إلى مراد علي. متابعة هجومية ممتازة لهذا اللاعب. حاول محمد روبرتس، ياخذ خطأ. جماري دونتي روبرتس الواضح أمامكم بالصورة ياخذ خطأ. تو شوت لزاخو. حلوة المباراة. بدأ الحشد يسجل. شوف اللقطة، خطأ على خالد كريم، كان يتمنى جوتيار تسجل باسكت وياخذ اندوان. خطأ. روبرتس تضيع الاولى. باقي 6 دقائق و36 ثانية وينتهي الشوط الأول. الثانية يحاول تضيع. مالك فالح يشارك. نمور، الحشد يحاول، تمرير علي عبد الله يصوب، ولكن أقرب إلى روبرتس على مستوى الريباوند. تعود محمد علي إلى شقيقة مراد علي، للشقاء الثلاثة مع زاخو. إيزاك بانكس، تمويه والقطع، تمريره محمد علي يصوب، ولكن الكرة إلى الخارج. تبقى الحيازة لصالح فريق زاخو.
يعتمد زاخو على التصويبات الثلاثية. هذا جماري دونتي روبرتس يغادر ويعود المميز محمد علي يسجل نقطتين لصالح فريق زاخو. حسبة نقطتين 34-18. حلوة لمحمد علي، يحاول مالك فالح ممتاز، متابعة ويسجل 33-20. ماركوس بورويل تصويبه وبعدين وثلاثيات زاخو، تصويبات تذبح. 36-20. تعود الحشد، راتش يسجل ثلاثية، ريتها بثلاثية حلوة للاعب كيروان روش. سنوبي تعود محمد علي، تمريرة ممتازة إلى مراد ولكن تقلت للفنش. علي عبد الله تايسون، تمريرة تعود عبد الله مجيد، عبد الله مالك، تصويبه من الارك يسجل ثلاثية حلوة لمالك فالح لاعب السنتر، ولكن يسجل يقلص الفارق إلى 10. مباراة مفتوحة، محاولة مرة ثانية، كرة إلى الخارج. جوتيار على أعصابه، زنار تصويبه من الارك، 3 بوينت جميلة لزاخو، وبعدين ويا ثلاثيات زاخو. 39-26. حلوة لزاخو. سنوبي تمريرة، تايسون يحاول بالباك بورد يسجل، ممتاز جدا علي عبد الله تايسون باللقطة الأخيرة. تعود 38-28. مرة ثانية حاول محمد، تمويه، تصويبه، يا محمد علي يسجل ثلاثية ويتألق جدا. 41-28. اشتعلت المباراة. سنوبي ترنوفر، تعود من جانب ترنوفر على زاخو. نمور بالباك بورد يسجل، خسرها ويعوضها فريق الحشد. مراد علي الى تيرنوفر على زاخو. كثرة الترنوفر على الفريقين. 4-4. تعود كيروان روش. سنوبي جامب شوت، تصويبه، ولكن متابعة ممتازة من نمور. تعود مالك فالح، تمويه، تصويبه، يحاول ولكن كرة إلى الخارج. تنتقل الحيازة لزاخو. علي فرحان متعصب. العودة إلى الايرس، نظام الإعادة. 41-30. مباراة صعبة. أكثر المسجلين محمد علي 11 نقطة، وبراين هومز مسجل 9. مراد مسجل 9. كيروان روش سنوبي 6، وزنار 7، مالك فالح 5. شوف اللقطة الأخيرة لعبد الله مجيد، حاول تصويبه من الارك وصراع على الكرة بين زنار وكيروان روش سنوبي. صعبة الحالة، ولكن الحكام هم الأقرب للحالة، وبالتالي بانتظار القرار. شوف جماهير زاخو بدأت تملي قاعة نادي زاخو من الفرق الصعبة على ملعبه.
بانتظار القرار. بعض الإحصائيات أيضا بهذا اللقاء. زاخو 46% نسبة تسجيل، حاول 30 مسجل 14، بينما الحشد 33 زادت النسبة 30 مسجل 10. على مستوى التو بوينت فريق زاخو 45% محاول 11 مسجل 5، بينما الحشد 37% محاول 16 مسجل 6. على مستوى الثري بوينت فريق زاخو 47% محاول 19 مسجل 9، بينما فريق الحشد 28% محاول 14 مسجل 4. على مستوى الفاول شوت 50% لزاخو محاول 8 مسجل 4، بينما الحشد 54% محاول 11 مسجل 6. 5 تيرن اوفر 5 تيرن اوفر. شوف القرار. الحيازة للحشد. باقي 3 دقائق و4 ثواني وينتهي الشوط الاول، الكوارتر الثاني. خلينا نشوف كرة بالبيس لاين. عبد الله مجيد، مالك فالح، سنوبي، تمرير علي عبد الله، سنوبي يقطع جامب شوت صعبة أقرب إلى اللاعب إيزاك بانكس. مرة ثانية إيزاك يقطع بدرايف، محاولة تصوير الثري بوينت جميلة عن طريق زنار هوشيار. 44-30 حلوة لزاخو. تصويبات خطيرة جدا على مستوى الارك. نمور يقطع بدرايف، محاولة ويسجل باسكت حلوة لنمور. 44-32 تعود إيزاك بانكس. زنار يقطع بالبيس لاين، الدوران وبالباك بورد. يا عيني بالباك بورد يسجل. مجهود فردي كبير لهذا اللاعب الشاب. 46-33 تعود كيروان روش. سنوبي الى نمور يخسر الكرة. تيرن اوفر السادس على فريق الحشد الشعبي. هذا محمد علي للشقاء الثلاثة ويا زاخو. جوتيار، علي طاهر الواضح امامكم بالصورة. الحشد ماخذ وقت مستقطع واحد. مرة ثانية زنار، إيزاك بانكس. إيزاك يحاول يخسر الكرة. تيرن اوفر على فريق زاخو. يتحمل. تعود سنوبي. سنوبي مالك فالح. مالك يحاول ويسجل. جود جوب لمالك فالح. يسجل باسكت جميل لهذا اللاعب خبرة. بانكس يحاول التعويض. تمريرة ممتازة وحلوة. اسس ولا اروع. والفرش حاضر من محمد علي. 48-34 تعود منجد حيدر. نمور يحاول يقطع بفلوتر يسجل. جود جوب لنمور. ينجح على مستوى الانسايد. سجل 10 نقاط. زنار هوشيار. إيزاك بانكس. بانكس يقطع بدرايف وياخذ خطأ. خطأ على مالك فالح. آخر 49 ثانية. مالك فالح لاعب الخبرة، لاعب منتخبنا الوطني السابق، أفضل لاعب شاب عام 2005. 2 شوتس. إيزاك بانكس يضيع الأولى. هذا إيزاك بانكس الموسم الماضي الدوري السوري ورجع إلى الدوري العراقي. ثانية ضيعها أقرب إلى مالك على مستوى الريباوند. سنوبي كيروان. سنوبي الحشد. حلوة المباراة. آخر الثواني. خلينا نشوف
نمور بالبيس لاين حاول، وهناك خطأ لصالح فريق الحشد. هذا منتظر ميثم. نمور وقت مستقطع الآن لصالح فريق الحشد، آخر 27 ثانية. 48-36 بعد ما انتهى الكوارتر الأول لزاخو. 28-15. بعض الإحصائيات نستغلها في الوقت المستقطع. أيضا مسجلين بالنسبة لفريقين. محمد علي مسجل 13 ومنتظر ميثم مسجل 9. براين هومز مسجل 9. زنار خوشيار مسجل 12 ومراد علي مسجل 9. مالك فالح مسجل 7. ستة ترنوفر مقابل 6 ترنوفر. زالت نسبة التسجيل بالنسبة لفريق زاخو أفضل على مستوى التو بوينت 53%، على مستوى الثري بوينت 50%، بينما الحشد على مستوى التو بوينت 45% و3 بوينت 28%. تعود مالك فالح من تحت السلة بالباك بورد ينجح يسجل باسكت. تعود إلى زنار هوشيار. زنار تمرير مراد علي تصويب ملاك صعبة ويسجل. يسجل مراد علي صعبة ولكن سجلها. 51-38. سنوبي يحاول ولكن أقرب مرة ثانية. خاف اللعب. إذا هنا أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي نهاية الكوارتر الثاني والشوط الأول بتقدم فريق زاخو على فريق الحشد بنتيجة 48-36. استراحة قصيرة ونرجع وياكم نكمل أحداث المباراة.
مرة ثانية رجعنا وياكم احبتي مشاهدي قنوات شبكة الاعلام العراقي. انطلاقة الشوط الثاني كوارتر الثالث، الحيازة عند فريق زاخو. بورويل تمريره محمد علي يغير رايه، يمرر ايزاك بانكس جامب شوت، تصويبه اقرب الى منتظر ميثم. حشد يعود الحشد يحاول، حلوه المباراة. الحاج عبد الله مجيد تصويبه من الارك يحاول ولكن اقرب الى ايزاك بانكس على مستوى ريباوت. تعود مراد علي، مراد يقطع بدرايف ممتازه الى بانكس ويسجل. ايزاك بانكس يفتتح التسجيل بالشوط الثاني. تعود سنوبي عبد الله، سنوبي مره ثانيه تصويبه من الارك ولكن تعود سكند شانس ممكن. الحشد يحاول جامب شوت تصويبه ولكن اقرب الى ايزاك بانكس. ماركوس بورويل زاخو كروس ناجح يقطع تمريره محمد علي الى زنار ممتازه ويسجل باسكت جديد لصالح فريق زاخو. حلوه لزاخو 55 38. تعود كيروان راشد سنوبي، سنوبي تمريره عبد الله الى علي عبد الله تحت السلم الباك بورد يسجل. اولى النقاط لصالح فريق الحشد 55 40. سجل 4 نقاط علي عبد الله تايسون. تعود ممتازه تمريره مراد تصويبه ولكن اقرب الى عبد الله مجيد. كيروان راشد سنوبي، سنوبي تمرير منتظر جامب شوت تصويبه ناجحه يسجل. منتظر ميثم. نقطتين جديده لصالح فريق الحشد واضح امامكم بالصوره. ماركوس بورويل، بورويل زاخو يطلب الهيلب يقطع بدرايف محاوله محمد علي تصويبه من الارك ولكن متابعه من بورويل. ايزاك بانكس مره ثانيه 2 بوينت ناجحه من جانب اللاعب زنار هوشيار. تعود مره ثانيه 57 42. علي عبد الله ياخذ خطا، علي عبد الله خطا لصالح فريق الحشد. حلوه المباراه. هذا علي فرحان، بالتالي كره بالبيستاي متابعه ممتازه يسجل علي عبد الله. باسكت لصالح فريق الحج 57 44. تعود زنار هوشيار الى محمد علي. ماركوس بورويل، بورويل زاخو يحاول تصويبه من الارك ولكن اقرب الى خطا بالتمرير من جانب مالك. ايزاك بانكس تصويبه من الارك ومصر زاخو على التصويبات. على العموم منتظر ميثم يقطع بدرايف يغير رايه ويمرر وبالتالي الكره الى الخارج. لاعب يستعد للدخول عمران ابراهيم من جانب فريق زاخو. هذا جوتيار علي طاهر. محمد علي غادر تصويبه سنوبي يسجل ثلاثيه جميله من اللاعب كيروان راشد سنوبي الواضح امامكم بالصوره. 57 47. مره ثانيه تقلص الفارق الى 10. تعود الى بورويل زاخو تمريره ممتازه. تعود الى بورويل يحاول يمرر الى مراد تصويبه من الارك واقرب الى سنوبي. فاست بريك علي عبد الله من الباك بورد يسجل، يسجل قلص الفارق الى 8. افضل فريق الحشد الان. زنار هوشيار
زنار مرة ثانية، زاخو، عمران ابراهيم، عمران، زنار بالبيس لاين، خطأ بالتمرير والكرة إلى الخارج. كرة الحيازة عند فريق زاخو. هذا زنار لاعب منتخبنا الشبابي جوتيار يراقب المباراة. ماركوس برويل بفلوتر يسجل، ممتاز جدا، مسافة المتوسطة يسجلها، يعود الفارق. سنوبي بلوك ممتاز، بالتالي الكرة إلى الخارج. 59-49، باقي 5 دقائق و18 ثانية وينتهي الكوارتر الثالث. مباراة مشدودة، مباراة حساسة. شوفوا الأعصاب، شوفوا الأعصاب، جوتيار متعصب. علي سموم والحديث مع سنوبي، بالتالي خطأ لصالح فريق الحشد. تو شوت، هذا كيروان رش. سنوبي حاول الأولى تضيع. شوف جماهير زاخو حاضرة في قاعة نادي زاخو، يحاول بالثانية. سنوبي تضيع، أقرب إلى عمران إبراهيم. فرصة زاخو لتعزيز التقدم. زنار هوشيار، إيزاك بانكس، مراد علي، ماركوس بورويل، قطع بفلوتر للمرة الثانية على التوالي، يسجل بنفس الطريقة. و61-49، منتظر ميثم، تصويبه من الارك وتعود الى ايزاك بانكس. ماركوس بورويل، مراد علي، مراد يحاول وياخذ خطأ على علي عبد الله. هذا ايزاك بانكس، مراد علي لاعب منتخبنا الوطني، لاعب رقم 9. هذا حكمنا الدولي نزار علي. مراد علي الأولى تضيع على مراد. نتمنى كل المباريات نشوف مثل هذا الحضور الجماهيري. الثانية تضيع، أقرب إلى علي عبد الله، تعود إلى كيروان رش. سنوبي تصويبه بالارك، يسجل ثلاثي. ممتاز جدا هذا اللاعب. 61-52، سجل 12 نقطة. ماركوس بورويل، زنار، وكرة إلى الخارج. محمد علي بديلا لعمران إبراهيم. يرجع محمد علي. شنو اللي يفكر به جوتيار؟ هل راح يعود الى الثلاثيات؟ على العموم زنار يقطع بالبيس لاين، تمريره ممتازه، ولكن ايزاك بانكس يحاول، ونهايه زمن الهجمه ال 24 ثانيه. تيرن اوفر على فريق زاخو. تنتقل الحيازه لفريق الحشد. هذا محمد علي، تعود كيروان رش. سنوبي الحشد، رش تصويبه من الارك، ولكن تعود الى عبد الله مجيد. عبد الله يقطع وما يسجل، اقرب الى محمد علي. خطأ على عبد الله مجيد. محمد علي يكسب خطأ. 3 دقائق و36 ثانية تفصلنا عن نهاية الكوارتر الثالث. هذا عبد الله مجيد يرتكب الخطأ. تعود زنار هوشيار، محمد علي، تصويبه من الارك، ولكن اقرب الى مالك على مستوى الريباوند. تعود عبد الله مجيد الى علي عبد الله، علي، مالك،
ميدل شوت تصويبه اقرب الى ايزاك بانكس. متابعه من اللاعب محمد علي الى بورويل، يقطع بدرايف، يحاول خطأ على مالك فالح. مالك فالح 61-52. هذا جوتيا. صعبة المباراة. هذا مراد علي اللقطة الأخيرة. سلامات لمنتظر ميثم. بالسلامة لهذا اللاعب، لاعب ممتاز، قدم أداء ولا أروع لحد الآن. ماركوس بورويل، أولى تسجل 62-52 وبعدين ويا الفارق العشرة. عودة منجد حيدر إلى صفوف فريق الحشد. ثانية تضيع. متابعة هجومية من مراد علي. بورويل تصويبه من الارك، ولكن كرة إلى الخارج. كرة إلى الخارج. تنتقل الحيازة لصالح فريق الحشد. دقيقتين و55 ثانية. كيروارش سنوبي. منجد حيدر. حيدر الحشد يحاول. منجد سنوبي. كيروارش تصويبه من الارك، لكن متابعة هجومية من مالك فالح. سنوبي مرة ثانية. منجد حاول يقطع بدرايف، محاولة تصويبه أقرب إلى إيزاك بانكس. ماركوس بورويل يقطع، مهاري وسريع. محاولة زنار. محمد بانكس. كرة إلى الخارج. تيرن اوفر على فريق زاخو. يخسر الكرة إيزاك بانكس. سنوبي. منجد حيدر. منجد دفاع المان تمان من قبل محمد علي او مراد علي الى منتظر ميثم. سنوبي. منجد تصويبه من الارك، كرة ايربول اقرب الى مراد علي الى ماركوس بورويل. بورويل حاول، هناك مخالفة او تيرن اوفر على فريق زاخو. كرة بقدم اللاعب ماركوس بورويل. كثرة التيرن اوفر. ممكن نشوف وقت مستقطع، الوقت باقي دقيقة و40 ثانية. على العموم مرة ثانية سنوبي. علي عبد الله. منتظر ميثم. عبد الله. خطأ. خطأ على مراد علي. نزار علي. هذا مالك فالح. تغيير. باقر ميثم بديلا لمنجد حيدر. باقر ميثم. مالك فالح. الحشد. علي عبد الله. منتظر سنوبي. جامب شوت تصويبه. مالك متابعه ما تسجل الصراع على الكره وتعود متابعه هجوميه. سنوبي تمرير. علي عبد الله يصوب ولكن اقرب والكره الى الخارج. كره الى الخارج. تبقى الحيازه للحشد. صعبه المباراه. علي فرحان. مباراة مدربين، مباراة لاعبين. تصويبه ممكن. اوه كيروان رش يسجل ثلاثية جميلة. تعود مراد علي. ماركوس بورويل. بورويل تصويبه ثلاثية واقرب الى مالك فالح. تعود مرة ثانية
رش سنوبي للمرة الثانية، ولكن أقرب. متابعة هجومية ممتازة من منتظر ميثم. حلوة الحشد 62-55. باقر ميثم، باقر سنوبي تصويب من بعيد. ثري بوينت جميلة للمرة الثانية على التوالي، يسجل ويقلص الفارق. بورويل يخسر الكرة، تيرنوفر منتظر ويخسر الكرة. متابعة روش حلوة، كيروان رش سنوبي يسجل باسكت، وبالتالي ينتهي الكوارتر الثالث. حلوة العودة بالنسبة لفريق الحشد، ما انحسبت الباسكت، بالتالي ينتهي الكوارتر الثالث بنتيجة، خلينا نشوف حد الآن، إذن 62-58. بالتالي استراحة قصيرة ونرجع وياكم ونكمل أحداث المباراة. نعم انحسبت 62-60. مرة ثانية رجعنا وياكم أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، ولحظات وينطلق الكوارتر الرابع. حيازة من جانب فريق الحج، منتظر ميثم 62-60. عودة موفقة بالنسبة لفريق الحج، خلص الفارق. سنوبي فرصة للتعديل أو التقدم. مالك يحاول يخسر الكرة، تيرنوفر على فريق الحج. تعود إلى ماركوس بورويل يحاول يقطع تمريرة. محمد علي يسجل باسكت وياخذ أدوان حلوة لمحمد علي، سجل على مستوى الانسايد ويسجل باسكت 64-60. وعنده رمية حرة إضافية محمد علي. اليوم أداء ممتاز من محمد علي. 64-60 بالاندوان، يسجل. حلوه لمحمد علي، يوصل نقطة 16. كيروان رش اكثر المسجلين 20 نقطة. يعود مالك فالح، منتظر ميثم. كيروان رش سنوبي حج تمريره علي عبد الله، لكن اقرب الى زنار هوشيار. الى مراد علي، مراد زنار بورويل، تصويب مراد علي. مراد يضرب بالبعيد ويسجل ثلاثية. عاز داخل التقدم ماريو 60-60. حلوة المباراة. تمرير مالك فالح، الصراع من تحت السلة، ياخذ خطأ. مالك فالح لاعب الخبرة يكسب خطأ وتو شوتس.
هذا جوتيار علي، هذا مالك فالح لاعب منتخبنا الوطني السابق. الاولى يسجل اولى النقاط للحشد بالكوارتر الرابع. 68-61 خلص الفارق الى 7 بعد ما كان الفارق سلم. مالك الثانية تضيع اقرب الى مراد علي على مستوى الريباوند. مراد علي، مراد زاخو، ماركوس بورويل يطلب الهيلب. ايزاك بانكس، تمريره محمد علي، مراد علي، مراد يقطع، تمريره تعود ممتازه، تعود من جانب فريق الحج الى باقر ميثم. سنوبي، كيروان روش يقطع، منتظر بدرايف يحاول، والصراع اقرب الى ايزاك بانكس. ايزاك بانكس ريباوند ولا اروع من هذا اللاعب. مراد علي، ايزاك بانكس يقطع بدرايف ممتازه، يا خذ خطا، خطا على كيروان روش. سنوبي، تو شوتس. شوف الجمهور، شوف التفاعل، والله نتمنى كل الجمهور يحضر هذه المباريات. الاولى تضيع على ايزاك بانكس. نتمنى كل مباريات دوري المحترفين بكرة السلة نشوف مثل هذا الجمهور. نرفع القبعة لجمهور زاخو وتابعت فريقه. بانكس الثانية يسجل 69-61. ايزاك بانكس مسجل 8 نقاط. وقت مستقطع للحشد، نستغل الوقت ببعض الاحصائيات. نسبة تسجيل بالنسبة لزاخو 50%، محاول 50 مسجل 25، بينما الحشد 37%، محاول 62 مسجل 23. على مستوى التو بوينت زاخو 65%، محاول 20 مسجل 13، بينما الحشد على مستوى التو بوينت 44%، محاول 34 مسجل 15. على مستوى الثري بوينت فريق زاخو 40%، محاول 30 مسجل 12، بينما الحشد 28%، محاول 28 محاولة مسجل 8. على مستوى الفاول شوت الحشد يتفوق على زاخو 46%، محاول 15 مسجل 7، بينما زاخو 41% محاول 17 مسجل 7. 11 ترنوفر على زاخو مقابل 8. عودة اللاعبين الى ارض الملعب. فاعل مان تمون على خير واروش. سنوبي راقبه من قبل زنار، منتظر ميثم، مالك فالح، مالك الى رش. سنوبي، سنوبي التصويبه ولكن اقرب الى لاعب مراد علي. زنار هوشيار، زنار هوشيار الى ايزاك بانكس، الى بورويل. مراد تمرير بانكس، بورويل تمويه يحاول ميدل شوت تصوب، والصراع اقرب الى مالك فالح على مستوى الريباوند. جوتيار يوجه، صعبه المباراه، منتظر ميثم. سنوبي، تايسون بالباك بورد اقرب الى زنار. زنار هوشيار، خلينا نشوف ايقاف اللعب، اطمئنان على سلامة اللاعبين. لاعب يربط الحذاء، لاعب مراد علي لاعب منتخبنا الوطني. تالي الحيازة عند فريق زاخو. مراد علي، زنار هوشيار،
زنار، مراد مرة ثانية، محمد علي، إيزاك، بورويل، تصويبة والمتابعة، ولكن أقرب إلى اللاعب مالك فالح. تعود تيرن اوفر على الحشد، محاولة مرة ثانية، ماركوس بورويل، زنار، إيزاك بانكس، بورويل على مستوى الزاوية، تصويبة ولكن أقرب إلى منتظر ميثم. فاست بريك يقطع وبلوك شوت وخطأ، خطأ على ماركوس بورويل. ممتاز اليوم منتظر ميثم، ياخذ خطأ وتشوت. 69-61. علي فرحان أخذ وقت مستقطع واحد. وجوتيار ما أخذ ولا وقت مستقطع. منتظر ميثم يسجل الأولى. منتظر ميثم ثانية يسجلها، تسجل. 69-63. دفاع بريس مان تو مان. تعود إيزاك بانكس مرة ثانية إلى مراد علي، محاولة تصويبة. محمد علي أو زنار هو اللي سجل. محاولة، منتظر يسجل باسكت، يسجل. خلينا نشوف. 72-65. ستيل ويسجل باسكت ويجبر الكوت جوتيار علي طاهر على طلب وقت مستقطع. حلوة من منتظر ميثم، أداء ولا أروع اليوم لهذا اللاعب. تالي ستيل، تيرن اوفر على زاخو، وجوتيار يجبر على طلب وقت مستقطع. حلو الحشد. أول وقت مستقطع لزاخو. تيرن اوفر، زاخو مسوي 12 تيرن اوفر مقابل 9. استعجال من لاعبي فريق زاخو. خلينا نشوف. زنار مسجل 19 نقطة. جمهور زاخو الصغار والكبار حاضرين. هذا رش أكثر المسجلين هذا اللقاء، 20 نقطة. زاخو مسوي 12 تيرن اوفر مقابل 9. جمهور زاخو يتابع. هذا زنار، هوشيار، حيازة لزاخو. الفارق نزل إلى 5. خلينا نشوف. 5 دقائق و24 ثانية راح تكون ممتعة جدا. مراد علي، دفاع بريس مان تو مان. زنار، إيزاك بانكس. زنار يحاول يخسر الكرة. تعود باقر ميثم، عبد الله مجيد. فرصة الحشد لتقليص النتيجة. باقر ميثم، رش، سنوبي إلى مالك. باقر يقطع، يصوب، لكن كرة ايربول. هناك خطأ على باقر ميثم. مالك فالح. جود ديفنس من جانب فريق زاخو باللقطة الأخيرة. شوف اللقطة الأخيرة جابها المخرج. نعم خطأ واضح على باقر ميثم. على العموم زنار هوشيار الحل بهذا اللاعب. بورويل، ماركوس بورويل، إيزاك بانكس. بورويل يقطع بفلوتر، يسجل باسكت وياخذ خطأ وادوار. حلوة لماركوس بورويل، يسجل باسكت وياخذ ادوار. خلينا نشوف. علي فرحان
يتابع يراقب. 74-67 ماركوس بورويل بالاند وان يسجل 75-67. وبعدين ويا هذه المباراة الممتعة منتظر ميثم او باقر ميثم الاشقاء. تدخل من زنار، كرة الى الخارج، تبقى الحيازة لصالح فريق الحشد. والله المباراة حلوة ممتعة جدا. سنوبي يحاول يقطع ويسجل، ممتاز جدا هذا اللاعب. 75-69 تعود بورويل، زنار، إيزاك بانكس إلى ماركوس بورويل، يقطع يحاول، ممتاز، والكرة إلى الخارج. كرة إلى الخارج. ماركوس بورويل هذا الواضح أمامكم بالصورة. علي فرحان، خلينا نشوف اعتراضات. علي فرحان يطالب بالعودة إلى الأيرس. نزار علي وعلي سموم والعودة إلى تقنية الآيرس، نظام الإعادة. خلينا نشوف 4 دقائق و4 ثواني تفصلنا عن هذه القمة السلوية. الحيازة لحد الآن عند فريق زاخو. خلينا نشوف العودة إلى الآيرس. صعبة المباراة. اللقطة الأخيرة تدخل من علي عبد الله لكرة بورويل. اللقطة بين علي عبد الله وماركوس بيرتون بورويل. هذا مالك فالح، لاعب الخبرة، لعب عدة أندية، كهرباء، كرخ، حشد. هذا ماركوس بورويل، عودة إلى الأيرس. أكثر مسجلين كيروان رش 22 نقطة، زنار هوشيار 19 نقطة، منتظر ميثم سجل 17، محمد علي مراد سجل 16، ومراد علي مسجل 15، مالك فالح سجل 10. نقاط المسجلة من البينت بالنسبة لفريق حشد 32 نقطة بينما زاخو 22. نقاط مسجلة من التيرن اوفر، حشد 13 مقابل 12. نقاط مسجلة البنج بالنسبة للحشد 32 نقطة مقابل 19. فاست بريك، النقاط اللي سجلها الحشد 11 مقابل 2. لقطة صعبة ولكن اكيد الحكام عودة الى هاي اللقطة. علي سموم ونزار علي واللقطة الأخيرة. زاخو مسوي 13 تيرن اوفر مقابل 9.
شوف بانتظار القرار لحد الآن. عودة إلى الآيرس. علي السموم حول اللقطة الأخيرة. علي السموم راح يبت بالقرار. حيازة لزاخو. الحيازة عند فريق زاخو، 4 أخطاء على الحشد الشعبي، خطأ راح يكلفه توشوت. باقي 4 دقائق وثانية. مراد علي إلى إيزاك بانكس ماركوس بورويل. بانكس مراد تصويبه، ولكن أقرب إلى لاعب سنوبي. كيروا رش سنوبي. عبد الله مجيد. مالك فالح تحتاج له مباراة ثلاثية وتشتعل. مالك حاول يبحث عن زميل. روش سنوبي حاول تصويبه، ولكن اقرب الى زنار. ممتاز. الارتقاء الى بورويل، يحاول ويسجل باسكت جميل. اللاعب ماركوس بيرتون بورويل، باسكت ولا اروع. وبالتالي هناك خطأ ورمية حرة إضافية. هذا اللاعب رائع جدا. شوف يقطع يسجل بالإنسايد وياخذ خطأ. أندوان 77-69. يحاول بالأندوان، أقرب إلى مالك على مستوى الريباوند. روش منتظر، حاول ويسجل. حلوة للاعب منتظر ميثم، يسجل باسكت وياخذ اندوان. ممتاز جدا اليوم. منتظر اداء ولا اروع لهذا اللاعب. بالتالي 77-69. شوف منتظر باكبورد يسجل. سلامات لمراد علي. السلامة. باقي 3 دقائق و13 ثانية على نهاية الكوارتر الرابع والمباراة. بالسلامة لمراد علي، لاعب مؤثر، لاعب أساسي. جمهور زاخو، شوف الجمهور شلون ينطي روح للمباراة. اتوقع محمد ضياء يستعد للدخول. السلامة لمراد علي، لاعب منتخبنا الوطني. محمد ضياء يصير يشارك، لاعب رقم 1. شنو اللي يفكر به؟ جوتيار علي طاهر 77-71. بالاندوان يسجل 77-72. هسه راح نشوف الاوقات المستقطعه. الخطا ممنوع الان. بورويل، محمد ضياء، تمريره، محمد يصوب. محمد علي مراد يشعل المباراة بثلاثية. عبد الله تصويبه، ولكن اقرب الى بورويل. الوقت المستقطع قريب اذا سجل فريق زاخو. ماركوس بورويل، حلوه المباراة، تصويبه، ولكن اقرب الى رش سنوبي. عبد الله مجيد، محاولة سنوبي يصوب. حلوة ثلاثية من اللاعب سنوبي. 80-75. محاولة ممكن. محمد يا عين
يا عيني على محمد علي، وثلاثية المرة الثانية على التوالي بالباك بورد. يسجل اللاعب روش. خطأ على سنوب. اشتعلت المباراة. قلت لك المباراة تحتاج لها ثلاثية وتشتعل. حلوة لمحمد علي. شوف هاي اللقطة الأخيرة والخطأ على سنوبي. خلينا نشوف قرار. قطاع بريس ما عنده غير حل. 83 77 فارق 6. تعود عودة موفقة لمراد علي. محاولة خطأ حلوة لإيزاك بانكس. ياخذ خطأ. 2 شوت. خطأ على مالك فالح. دقيقة و52 ثانية وتنتهي المباراة. تنتهي القمة. زاخو. إيزاك بانكس. شوف اللقطة. إيزاك بانكس خطأ بالتالي على مالك فالح. 2 شوت. الأولى تسجل 84 77. ممكن نشوف وقت مستقطع. بانكس بالثانية تضيع. أقرب إلى سنوبي. خير وروش. سنوبي يحاول. سنوبي تصويبه ممكن. حلوة ثلاثية جميلة من هذا اللاعب. تقلص الفارق إلى 4. اشتعلت المباراة. زنار هوشيار. مراد علي. مراد يحاول يقطع. محمد علي إلى زنار. تصويبه ثلاثية زاخو تذبح ذبح. خلينا نشوف 87 80 شنو اللي صار القرار. هل احتسبت الثلاثية؟ خلينا نشوف. زنار ثلاثية. هل هناك تكنيكال فاول؟ خلينا نشوف. هناك وقت مستقطع. نعم وقت مستقطع من جانب فريق الحشد. الحشد الشعبي يطلب وقت مستقطع. جماهير زاخو شجع الفريق. 87 80 باقي دقيقة و27 ثانية وينتهي الكوارتر الرابع والمباراة. المباراة قمة. المباراة حلوة. المباراة رائعة. نسبة تسجيل بالنسبة لفريق زاخو 50% مقابل 40 للحشد. على مستوى التو بوينت فريق زاخو 65% مقابل 48. على مستوى 3 بوينت زادت النسبة لفريق زاخو 42% مقابل 30. على مستوى الفاول شوت أفضل فريق الحشد 55% مقابل 42. زاخو مسوي 13 تيرن اوفر مقابل 9. الريباوت للحشد 45 مقابل 41 و27 اسيست لزاخو مقابل 12. على العموم اخر دقيقة و15 ثانية. محاولة من باقر ميثم. باقر يحاول الى روش. تصويبه ممكن ولكن اقرب الى زاك بانكس. يحاول. اخر 57 ثانية. ممكن محاولة من جانب فريق زاخو. ايزاك بانكس. تمريرة محمد ضياء يصوب ولكن اقرب الى الحشد. باقر ميثم اخر الثواني منتظر يصوب. ياخذ خطأ.
خطأ لصالح فريق الحشد الشعبي. آخر 40 ثانية، فارق 7، 5 أخطاء على الحشد، 3 أخطاء على زاخو. حلوة المباراة، رائعة جدا، ممتعة جدا، أداء ولا أروع من الفريقين. تو شوت للاعب منتظر ميثم، أداء ولا أروع لهذا اللاعب. الأولى يسجلها اليوم، عاجبني منتظر محمد علي من جانب الفريقين، أداء ولا أروع من منتظر ميثم الوضع أمامكم بالصورة، ومحمد علي من زاخو. الثانية يسجلها جود جوب، 87 82. وقت مستقطع لزاخو، نعم وقت مستقطع لزاخو. خلينا نشوف آخر الثواني. زاخو يطلب وقت مستقطع. أكثر المسجلين محمد علي مراد بالنسبة لزاخو 22، وكيروان روش سنوبي أكثر مسجلين بالمباراة على مستوى الفريقين. كيروان روش سنوبي 30 نقطة، زنار مسجل 22 ومنتظر ميثم 22. 3 لاعبين، محمد علي 22، زنار 22، منتظر ميثم 22. مالك فالح مسجل 10، مراد علي مسجل 15. مباراة قمة، مباراة رائعة، أجمل جمهور الحاضر. دفاع بريس آخر 40 ثانية، زنار إلى بورويل، يقطع 3 ضد 1 ومتابعة، يحاول بالباك بورد، ياخذ خطأ ماركوس بورويل. صعبة المباراة، دفاع بريس سلاح ذو حدين، لو تقدر تخلي الفريق يرتكب الأخطاء وانت تسجل، أو تفتح الملعب على الفريق الآخر وهو يسجل عليك. 87 82، آخر 31 ثانية. أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، مستمرين معكم في نقل منافسات دوري محترفين بكرة السلة، والمباراة اللي تجمع بين صاحب الأرض والجمهور فريق زاخو أمام الحشد. الأولى تضيع، ماركوس هيرتون بورويل، اللاعب اللي يحمل رقم 3. ماركوس بورويل، هنشوف وقت مستقطع، يسجلها بورويل. بالتالي وقت مستقطع للحشد الشعبي 88 82. شنو اللي يفكر به علي فرحان؟ الحل بثلاثية، وعد اللاعبين اللي يسجلون الثلاثيات من منتظر ميثم يجيد التصويبات، عبد الله مجيد يجيد التصويبات، علي عبد الله ايضا، وكيروان راش سنوبي ايضا. الجانب الاخر اكيد الكوتش جوتيار علي طاهر مدرب فريق زاخو اكيد يخلي رقابه على سنوبي وايضا على اللاعبين، لانه ما باقي 31 ثانيه. اكيد 31 ثانيه، يحاول الحشد يسجل ويدافع بريس، دفاع المان تمان، دفاع الضاغط. حلوه المباراه، تمتعنا لحد الان. على العموم تعود عودة اللاعبين إلى أرض الملعب. حيازة
عند فريق الحشد. الحل دفاع بريس من جانب فريق زاخو. الحل بثلاثيه. باقر ميثم، منتظر ميثم، بحث عن سنوبي، حاول الى علي عبد الله، بلوك شوت ممتاز. محمد قاسم يصوب ولكن اقرب الى محمد علي. محمد وخطا. نعم لازم يقتل الوقت فريق الحشد الشعبي. ممتازه. ريباوند من جانب محمد علي وخطا على فريق الحشد مباشره. دوشوت. محمد قاسم حاول بيها. شوفوا بلوك شوت من ايزاك بانكس ومحمد قاسم حاول ومتابعه. محمد علي تو شوت، لاعب ممتاز، 22 نقطة، يحاول وتضيع الأولى. محمد علي يحاول بالثانية. محمد علي بالثانية يسجلها. جود جوب. 89-83. تعود باقر ميثم، تصويبه محمد قاسم ما يسجل. محمد علي يحتفظ بالكرة وهذه النهاية لفوز فريق زاخو على فريق الحشد الشعبي بنتيجة 89-83 في مباراة قمة، في مباراة ممتعة، في مباراة ولا أروع. كان عنوانها الجمهور الحاضر في هذا اللقاء. ألف مبروك لفريق زاخو وهارد لك لفريق الحشد الشعبي. تقبلوا تحياتي أنا معلق المباراة جهاد الزيدي وكادر العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.